يلا نحضروا شباكيه مقومه شاربه العسل وكتجي لذيذه ومجعبه. صايبوها كنحط 2 كيلو ديال الدقيق، 2 كيسان ديال الجنجلان، 2 كيسان كاوكاو، 2 معالق النافع، 2 معالق ديال القرفه، خميره الحلويات، الملحه، المسكه الحره، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت النباتيه، 2 كيسان ديال الزبده. كنعجنوا كلشي مزيان وكنخليوهم يرتاحوا. ثم كندوزو نصايبوا المرحله الثانيه 3 كيسان ديال المزهر، زعفران شعره، الخرقوم، شويه الخميره، نص كاس ديال الخل، وكنسخنوا مع البوطه وكنعجنوا بهم الخليط الاول. كنحصلوا على العجين بهذا الشكل، كنديروه الكرات وكنخليوه يرتاح. ثم كندوزو كنورقوه بهذا الشكل كيف كتشوفوا باش كيجينا ساهل في الخدمه. كندوزوه في الماكينه وكنقطعوها بهذه الجراره هذه. والان كنقوموا بالتشباك ديالها بهذا الشكل هذا. كنخليوها كترتاح حتى كتشمع، ومن بعد كندوزو باش نقليوها في زيت اللي سخناه مزيان. ثم كنوضعوها في العسل. والشباكيه ديالنا هي هذه، كتجي رائعه ولذيذه شاربه العسل، ما تشبعوش منها.